السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة بإذن الله. النهاردة هتكلم على شوية كريمات كده للإيدين. قبل ما نتكلم عنهم، اللي لسه ما اشتركش في القناة يدوس على زر الاشتراك اللي تحت او يعمل سبسكرايب وفعل الجرس اللي جنبه عشان كل فيديو ننزله يجيلكوا على طول. اول حاجة طبعا زي ما انتم شايفين، في مصري وفي مستورد وفي كمان مقاطعة. تمام. فعشان خاطر محدش يقولي في التعليقات نيفيا مقاطعة، سيرافي مقاطعة، انا عارفه ان هم مقاطعة بس هم اوريدي كانوا عندي اصلا. ف ف ف يعني فما ينفعش ان انا ارميهم، فاهمين؟ اول حاجه هبدا بيه اللي هو ده من ايفون. ده عباره عن ريبيرنج هاند كريم. هو عباره عن زي الفازلين كده، بس هو مش فازلين، بس هو زي الفازلين. بصوا شايفين؟ شبه الفازلين جدا. حلو قوي 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 للايدين الجافه جدا. حلو للرجل. حلو لو انتي عندك جفاف شديد قوي في منطقة الكعب، في منطقة الكوع، في منطقة الركب، في منطقة الإيد. لو انت عندك جفاف شديد قوي هاتي النوع ده من ايفون اللي هو ريبيرنج هاند كريم. ده فعلا بيعالج with الاميولانت سكين ريليف. بصوا هو عبارة عن زي الفازلين. بصوا اول ما بدهن بيتحول الفازلين لكريم زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين اهو شايفين، بعدين بروح ادهن ادهن ادهن. الكريم ده كله بيختفي ويبقى مفيش اثر ليه نهائي اهو. تمام. فهو حلو قوي 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 لو انت حطيتيه على ايدك قبل النوم ولبستي كوانتي. حلو لو انت حطيتيه على كعب رجلك ولبستي شراب سيليكون او شراب العادي بتاعنا. حلو قوي قوي قوي. تاني واحد اللي هو شان هاند كريم. طبعا شان حلو قوي جدا وريحته كمان حلوه، بس هو لا، ده ملهوش ريحه. انا اتلخبطت. ده اللي هو زي اللوشن اللي ملهوش ريحه. بس هو حلو ان هو بيرطب حلو جدا، بس مش 72 ساعه اللي هو بيسيبك ترطيب 72 ساعه. انا ما بحسش بكده، بحس ان هو ترطيبه متوسط. يعني بتحتاجي ترطبيه في اليوم حوالي من 2 ل 3 مرات منه عشان خاطر يديكي الافكت اللي انت عايزاه او النتيجه اللي انت عايزاها. حلو جدا جدا هيكون في فتره الصيف، لكن فتره الشتاء بحس ان الحاجات الكريم ده بحس ان هو خفيف فترة الشتاء. فانا عامة بحب اللي هي سواء كريمات الايد او سواء الجسم، بحب اللي هو التقيل. فكان بالنسبة لي ده حلو جدا جدا في الصيف، لكن في الشتاء لازم تدهني من 2 ل3 ولو كان 4 يبقى زي الفل. تاني حاجة او تالت حاجة هتكلم عنها، هسيب نيفيا في الاخر عشان اقول لكم الفرق بينهم واقول لكم ده بتاع ايه وده بتاع ايه. تالت حاجة اللي هو سيرافي ده عشق بتاعي. فظيع فظيع فظيع. حلو جدا 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 فوق ما تتخيلوا، سواء في الصيف سواء في الشتاء. بيرطب ترطيب هايل هايل هايل. ما بيسيبش البشرة جافة، ما بيسيبش البشرة خشنة، ما بيسيبش البشرة فيها قشور، لا نهائي. فانا بالنسبة لي كان حلو جدا جدا سواء في الصيف سواء في الشتاء. انا عامه بحب سيرافي، حتى انا عارفه ان هي مقاطعه بس برضه بحبها لان هي فعلا بتعالج جدا جدا الجسم او الجلد عامه. بعدين هندخل على ده انا ما اشتريتهوش الصراحه. ده جالي هديه من في اوردر يعني. حلو جدا، ترطيبه كان حلو بس كان بالنسبه لي كان خفيف شويتين في الشتاء. فكان بصوا اهو شايفين؟ ده لونه زي الاورنج كده. تعال نحطه في الايد التانية اهو. حاسه ان هو ترتيبه متوسط يعني زي شان، بس حلو يعني. انا مش عارفه هو ميد ان ايه الصراحه، بس هو حلو كترتيبه. ريحه ملهوش ريحه يعني، حلو كمان البشره الحساسه. هو مش مكتوب ميد ان ايه الصراحه، فبالنسبه لي كان حلو. لا كان حلو، و75 مللي، فكان بالنسبه لي كان حلو فحبيته الصراحه. هو ثواني امسح ايدي عشان هنجرب تاني كريمات. هحاول امسح ايدي على قد ما اقدر.
هو اسمه اكتيف اسمه اكتيف هاند كريم. هو ده شكله اهو. فكان حلو، كان بالنسبه لي كان حلو. ف يعني لو لقيتوه هتقول انا قبل كده، انا الصراحه ما شفتوش قبل كده على على الاونلاين. الصراحه ما شفتوش خالص، يعني اول مره اشوفه هو جالي، لكن انا يعني كشفته حد منزله، لا الصراحه ما شفتهوش. بعدين هنتكلم على اللي هو باليا. عايز اقول لكم ده هاند كريم برضو، بس حلو جدا 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 جدا. ده اتكلمت عنه قبل كده، الزيت بتاعه اللي انا خلصته، اللي هو المكتوب عليه هاند ماسك، اللي انا استخدمته لجسمي. فده بالنسبه لي ده كان احلى كتير من الهاند ماسك بتاعه. حلو قوي، ريحته حلوه جدا 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 جدا. فكان بالنسبه لي كان رهيب، تقيل، ترطيبه هايل. ما بتحتاجيش ترطبي اكتر من مرتين في اليوم، لانه بجد بجد حلو. حلو كمان للكوع، وحلو للايدين كلها لغايه الكوع، وحلو كمان للركب. فبالنسبه لي كان خطير. فده كمان يعني انا بالنسبه لي لو خلص مني هجيبه تاني. نيجي بقى للنيفيا. النيفيا في منه 3 اشكال زي ما انتوا شايفينه، في الصبار وفي السوفت وفي اللي هو الكريم. الكريم ده للشتاء لان ده قوامه تقيل جدا جدا جدا، قوامه تقيل قوي. ده ال3 دول يا جماعه غير المصري نهائي، ملهمش اي علاقه بالمصري، دول مستورد. فعايزه اقول لكم ان ده تقيل. وبعدين ده المتوسط بتاعه، يعني ترتيبه مش ترتيبه، قوامه متوسط، لا خفيف ولا تقيل. نيجي عند ده اللي هو الصبار، ده قوامه خفيف. فكان بالنسبه لي ده كان حلو في الصيف، لكن ده خطير في الشتاء. وده برضو حلو جدا جدا في الصيف والشتاء. بس انا حاليا بستخدم اللي هو ده ال3 دول برضو. انا ما جبتهمش ال3 برضو، كان قبل كده في الاوردرات كانت بتجيلي، فكان كل واحد كان بيجيلي هديه. بس الصراحه ده انا فين اني في واحد فيهم اشتريته بس مش فاكره. بس في 2 انا جولي هديه، بس في 2 انا اشتريت في واحد اشتريته بس مش فاكره انهي فيهم الصراحه، ولا عارفه اسعار. بس كان في الحدود اللي انا كنت جايباه، كان في حدود 200 وحاجه، 270، من 270 ل 300. ده كان من فتره، مش عارفه بقى دلوقتي بقى بكام. فالناس اللي حابه ترطيب عميق، ده حلو قوي. ده قوامه، بصوا شايفين قوامه تقيل ازاي؟ شايفين سمكه؟ بصوا شايفين تقيل. بس الميزه اللي فيه ان هو لما بتيجي بصوا شايفين نشف، غير المصري خالص. المصري بتحتاجي وقت على بال ما ينشف معاكي، وكمان اوقات بيسيب تلزيق. لكن ده لا خالص، بيسيب البشرة مترطبة حلو جدا جدا للرجل، اللي هي يعني القدم، حلو للكوع وحلو للركب. فبالنسبة لي كان خطير جدا جدا، من ضمن احلى الكريمات اللي استخدمتها للايدين، هو باليا وسيرافي. ده كمان حلو جدا، بس ده حبيته اكتر في الصيف لانه خفيف شويتين. يعني هو قوامه متوسط، اهو قوامه، شايفين قوامه متوسط. لكن التاني قوامه بصوا نشف في اللحظة. لكن ده قوامه، نمسح ايدينا عشان نلاقي مكان نحط فيه الكريم الثالث، مع ان الكريمات نشفت في ايدي يعني. بصوا قوامه ده، شايفين عامل زي الميه. ليه قوامه خفيف؟ عشان فيه الالو فيرا جل. بصوا شايفين. فعايزه اقول لكم ان ال3 نيفيا دول يعني اقولكوش يعني حلوين قوي قوي يعني. فطبعا انا عارفه ان انتوا هتكتبوا لي في الكومنتات ان نيفيا مقاطعه، ان سيرافي مقاطعه، معرفش ايه مقاطعه، فانا مش عارفه يعني. بس الحاجات دي اصلا كانت عندي فاوريدي، يعني انا بستخدمها، لان انا ما بجيبش دلوقتي هاند كريم، لان انا عندي اوريدي هاند كريم.
فاهمين؟ فالفتره دي خالص 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 ما بجيبش اي هاند كريم نهائي من حوالي من 2024 وانا ما بجيبش اي هاند كريم من اول السنه يعني. فالكريمات دي اصلا اوريدي عندي، فحرام ان انا اجيب حاجه وهي اصلا عندي. فاهمين؟ هي دي النظريه. بس كده، دي شويه كريمات كده، حوالي 7 6 كريمات كده هاند كريم. كنتوا طالبين مني انتوا هاند كريم. ان شاء الله لو يعني لو لقيت عندي كريمات مصريه هاند كريم هبقى هقول لكم عنها. بس هو المصريين اللي هم دول او الميد ان ايجيبت اللي هو شان وايفون. مش عارفه ايفون كمان، مش عارفه مقاطعه ولا تبعنا، مش عارفه. لان ناس قبل كده كتبت لي ان ايفون مقاطعه، فمش عارفه الصراحه. مش فاكره يعني هل ده حقيقي يعني صح ولا غلط. ده كان فيديو النهارده، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.